طيب يا شباب، احنا المرة اللي فاتت او الفيديو اللي فات كان اتكلمنا على الاكوزيتيف بالتفصيل الممل. والمفروض ان الفيديوهين دول بعد ما حضرتك تخلصهم تقدر تفهم الفرق بين الاكوزيتيف وبين الداتيف، وايه الحالات ايه اللي بيحصل هنا وايه اللي بيحصل هنا. طيب النهارده انا هتكلم على مين؟ هتكلم على الداتيف. هتكلم على الداتيف. سيبك من اسم القاعدة زي ما انا عودتك. خلاص. امتى انا بقول ان الحاله دي او القاعده اللي قدام دي قاعده داتيف؟ يعني ايه قاعده داتيف؟ دي قاعده اللي بيحصل ان الارتكل بتاعه المفعول به بيحصل عليها تغيير. خلاص. احنا هنا بقى احنا كنا في الاكوزيتيف. كان ايه اللي بيحصل في الاكوزيتيف؟ كان انا قلت لك ان المفعول بتاعك المفعول به لو الارتكل بتاعته الديع بتتحول لدين، ولو اين بتتحول لاين، ولو كاين ايه بتبقى كاين. خلاص كده. يبقى انا دلوقتي هنا انا بشتغل على مين؟ بشتغل على الارتكل بتاعت المفعول به. الشرط الاساسي اللي بيكون عندك ان الارتكل بتاعتك بتكون ديا. خلاص. اي حاجه غير ديا مالكش دعوه بيها. طب قلنا الديا بتتحول لدين. طب لو اين بتبقى اينن، لو كاين ايه بتبقى كاين. خلاص كده. يبقى ده اللي بيحصل لو انا الحاله اللي قدامي دي حاله اكوزيتيف. طب تمام. احنا دلوقتي هنتكلم على ايه؟ على الداتيف. الداتيف هو نفس الفكره. لازم يكون عندك فاعل وفعل ومفعول به في الجمله، لازم الثلاثه دول يكونوا موجودين في الجمله. خلاص. طب تمام. امال ايه الفكره بقى؟ احنا كان في الاكوزيتيف بنشتغل على مين؟ بنشتغل على المفعول به، ما كانش لينا اي علاقه بالفعل. يعني ما فيش حاجه اسمها افعال بتعملي اكوزيتيف. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. كل اللي بيحصل هنا ان احنا المفعول به لو الارتكل بتاعته الداع زي ما احنا متفقين بنحولها لدين، اين، اينن، كاين، كاين. خلاص كده. طيب هنا في الداتيف بقى كل الارتكل اللي عندك بتتغير، سواء دي، داع، داس، جمع كله بيتغير. خلاص. طب امتى بقى بيتغير؟ زي ما قلت لك، اما ان يكون عندك حرف جر قبل المفعول به، اما يكون عندك حرف جر. يعني امتى دلوقتي اقول ان يا جماعه لازم الارتكل بتاعه المفعول به تتغير؟ خلاص. اول شرط عندك زي ما قلت لك يكون عندك فاعل مفعول به. طب الشرط الثاني في عندك حرف جر قبل المفعول به. خلاص. سواء زمني غير زمني، المهم ان انت في عندك حرف جر زي تسو، مت، فون، لازم حاجه زي كده تكون موجوده قبل المفعول به. خلاص كده. يعني حتى لو انت مش عارف الحرف ده ايه، بس اعرف كده ان انت في حاجه غريبه كده جات لك قبل المفعول به. يا جماعه يبقى هنا ده ايه؟ دي حاله داتيف. خلاص كده. طب هل في شرط تاني؟ في شرط تاني. عندك افعال معينه، الافعال دي لازم حضرتك تحفظها. خلاص كده. لازم حضرتك تحفظها. تمام. دي بقى بتعمل لي حاجه اسمها الداتيف. طب ايه اللي بيحصل بقى في الداتيف؟ كل الادوات او كل الارتكل اللي عندك في الجمله بيتغير. كل الارتكل او كل الادوات اللي عندك في الجمله بتتغير تماما. خلاص. طب بتتغير ازاي؟ عندك الدي بتتحول لديا، عندك الديا بتتحول لديم، عندك الدس بتتحول لديم، عندك الدي برضه بتتحول للدية. طيب وعندي الجمع بيتحول لدين، والاسم اللي احنا بنجمعه بنحط ايه؟ بنحط اخره حرف الان. طيب تعالى ناخد مثال عشان نفهم. انا هنا بقول لك اشكات سو ديا شولا، اشكات سو ديا شولا. طب انت في عندك تسو اهي. تسو معناها الى. خلاص. طب يبقى انا في عندي حرف اهو، في عندي حرف اهو جالي قبل المفعول به اللي هو مين؟ اللي هو الشوله. طب شوله اصلا الارتكل بتاعتها دي، فقال لك لا، دي تتحول لمين؟ تتحول لدي. طيب انا هنا بقول لك wir reisen mit dem Zug. طب هنا في عندك حرف اهو اسمه مت. طب انا ما اعرفش ان مت دي حرف جر ايه ولا ايه ده اصلا، بس انت دي مش من ضمن التركيبه الاساسيه بتاعت الجمله اللي هي فاعل وفعل ومفعول به. يبقى دي حرف جر. تمام كده. طب ايه اللي حصل عندك هنا؟ عندي السوق الارتكل بتاعتها مين اصلا؟ ديع. فاحنا هنا كتبناها ديم، يبقى انا هنا عندي الارتكل اتغيرت. طيب هنا منى هيلفت ديم كيند، منى هيلفت ديم كيند. ايه اللي حصل هنا؟ في عندي فعل هنا اسمه هيلفن او هيلفت. خلاص كده. هيلفن ده من الافعال اللي لو جات لك في الجمله بتعمل لي حاله داتيف. يعني ايه حاله داتيف؟ يعني الارتكل بتاعت المفعول به ايا كان الارتكل دي ايه لازم تغيرها. طب انا عندي كند الارتكل بتاعته ايه؟ داس. يبقى هنا لازم اغيره اكتب ديم. طب هنا بابا كومت فون ديا اربايت، انا بابا جه من الشغل. بابا جه من عندك حرف اهو. طب انت عندك اربايت اصلا الارتكل بتاعتها دي، يبقى لازم ايه؟ نغيرها نكتبها دير.
تمام كده. طيب هنا der Vater kauft den Kindern das Buch. خلاص، الاب اشترى لاطفاله كتاب. الحاله دي هي مش عليك دلوقتي، هي المفروض ان هي عليك في الادز فاي. بس انا الجمله لما بيكون عندي مفعولين خلاص، المفعول به العاقل بيكون داتيف. انا بس جايب لك الجمله دي عشان اوضح لك بس ايه الجمع. هنا دين كندن، ايه اللي حصل اصلا؟ كندن الارتكل بتاعتها مين؟ دي، ولكن احنا غيرناها لدين وحاطين ان اخر الجمله. يبقى المختصر بتاع الداتيف ان انا عندي جمله فيها فاعل وفعل ومفعول به، لازم الثلاثه يكونوا موجودين. الشرط الثاني عندك حرف جر او عندك افعال معينه في الجمله، الافعال دي بتعمل لي التغيير في الارتكل. يعني انت لو عندك الشرطين او الثلاث شروط دول، يعني شرط اللي هو فاعل مفعول به، واما فعل من الافعال اللي بتعمل لي داتيف او حرف جر، لازم الارتكل بتاعتك كلها تتغير ايا كان الارتكل دي ايه. طيب تمام، هنا انا بس بعيد لك بقى الموضوع. عندك الديا والداس بيتحولوا لديم، خلاص. عندك الدي بتتحول للديا، او عندك الدي جمع بتتحول لدين، والاسم اللي احنا بنجمعه بنحط اخره ان. طيب نيجي لادوات النكر والنفي. انت هنا برضه، هنا لما جينا ضفنا اي ام، صح؟ اي ام. هنا برضه نفس الكلام، الاين هتبقى اينم، الكاين هتبقى كاينم. هنا الاين هتبقى اينه، والكاين هتبقى كاينه. طبعا عندنا الجمع ملوش ايه؟ الجمع ملوش اداه نكره، ولكن ايه؟ بنحط ايه؟ كاينن في النفي. طب تمام، انت دلوقتي بقى عندك جمله، الجمله دي طلع المفعول به اللي موجود مش اسم ولكن ضمير. خلاص كده، عندك جمله المفعول به اللي موجود عندك في الجمله طلع ضمير شخصي. يعني طلع ich du er es sie wer er sie sie، طلع واحد من ايه؟ طلع واحد من الضمائر دي. طب ما هنا انت ما عندكش ارتكل، هتعمل ايه؟ قال لك بص، الضمير اصلا كله على بعضه كده بيروح متغير، شكل الضمير نفسه بيكون ايه؟ متغير. طيب هنغيره ازاي؟ قال لك لو انت المفعول عندك به في الجمله ايش، بيبقى مية. مية. طب دو ديا. طب الاي والاس بيبقوا ايم. طب الزي بتبقى ايا. طب الفيا بتبقى اونس. طب الايا بتبقى اويش. طب الزي بتبقى اينن، والزي بتبقى اينن. خلاص كده، يبقى انت دلوقتي اللي بيحصل عندك، لو الضمير الشخصي اللي موجود عندك في الجمله كان هو المفعول به، خلاص هنا مفيش ارتكل تتغير. ايه اللي بيتغير؟ الضمير على بعضه زي ما قلت لك، ايه؟ بنروح جايين مغيرينه. خلاص كده. طيب اعيد تاني، الايش بتبقى مية، الدو بتبقى ديا، الايا والاس بيبقوا ايم، الزي بتبقى ايا، الفيا بتبقى اونس، والايا بتبقى اويش، والزي بيبقوا مين؟ بيبقوا ايم. طيب في عندك بعض الافعال هنا اللي انا جبتها لك، الافعال دي بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك حاله داتيف. زي مين؟ gehören، gehören ينتمي، gefallen، helfen، antworten، gratulieren. خلاص، الافعال دي danken مثلا، zuhören، schmecken، es geht. الافعال دي كلها طبعا هي دي مش كل الافعال، انا جايب لك بعض الافعال اللي موجوده يعني اللي مكتوب عليك في الاينز وكتبتها لك. طب تعالى ناخد مثال على القصه بتاعه ان الضمير الشخصي في حاله الجر هو اللي بيبقى المفعول به، فلازم ان احنا نغيره. انا دلوقتي بقول لك في جيتس ديا، في جيتس ديا، ازيك؟ ازيك؟ هو انا هنا مش بقول لك ازيك انت، انا هنا مش بقول لك ازيك انت. يعني هنا الدو دي كان ايه المفروض؟ ازيك انت اللي هو مين؟ اللي هو الدو. طب هنا الدو هي اللي بقت ايه؟ مفعول به. ايه اللي حصل؟ قال لك بص، لا الدو دي ما نكتبهاش دو، لازم نكتبها مين؟ لازم نكتبها ديا. تمام. طيب هنا das gefällt mir nicht، الحاجة دي مش عجباني. خلاص، فهنا فعل gefallen من الافعال اللي بتعمل لي مين؟ اللي بتعمل لي داتيف. طب الحاجة دي مش عجباني انا، مش عجباني انا اللي هو مين؟ اللي هو ايش. فقال لك الايش دي ما بتكتبش ايش، بتكتب ميا. طيب هنا ايه؟ هيلفت اينن، هو بيساعدهم. هيلفن من الافعال اللي بتعمل لي مين؟ اللي بتعمل لي داتيف. تمام كده. فهنا اينن ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش اكتب زي، هو بيساعدهم هم، وهم دي اللي هي زي، فهنا ايه؟ كتبتها اينن. طب هنا اشتانكي اينن، انا بشكر حضرتك او حضراتكم. ما ينفعش اكتب هنا زي، كتبناها مين؟ اينن. شمكت ايه داس اسن، هو الاكل عاجبها، الاكل عاجبها، عاجبها مين؟ عاجبها هي زي، فهنا ما ينفعش اكتب زي، بكتب ايا.
طب هنا انا بهنئك بعيد ميلادك. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. انا بهنئك انت هنا دو. خلاص، فالدو ما ينفعش اكتب دو، بكتب دير هنا. Dieser Techer gehört mir nicht. الحقيبة دي مش بتاعتي، ما تخصنيش. خلاص، ففعل gehören من الافعال ايه اللي برضو بيعمل لي داتيف. فايش هنا ما ينفعش نكتبها ايش، بنعملها ايه، بنكتبها مية. اتمنى كده ان الموضوع بتاع الداتيف والاكوزيتيف اتفهم كده. انا قلت لك الفرق بين الاثنين. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولو انت مش فاهم الاكوزيتيف ممكن ترجع للفيديو اللي قبل ده على طول، وان شاء الله هتفهمه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.